بتقفي قدام ثلاجه سوبر ماركت وبتبقي مش عارفه تختاري زبادي عادي ولا زبادي يوناني، فخليني اقول لك الفرق ما بين الاثنين. اول حاجه الزبادي العادي دوت طعمه حامضي شويه وقوامه خفيف، بيبقى فيه نسبه ميه اعلى وكمان بيبقى فيه نسبه كالسيوم اعلى، فلو انت بتدوري على حاجه فيها كالسيوم كتير او مش بتشربي لبن فده هيبقى اختيار مناسب ليكي. ثانيا هو اختيار اقتصادي جدا لان اسعاره مش عاليه، نسبه البروتين فيه تقريبا من 4 ل 5 جرام بروتين في ال 100 جرام من الزبادي، كمان نسبه اللاكتوز فيه عاليه نسبيا عن الزبادي اليوناني، فلو انت من الناس اللي عندها حساسيه من اللاكتوز مش هيكون احسن اختيار ليكي. واخيرا نسبه البروبايوتكس فيه اللي هي البكتيريا النافعه اللي بتساعد على الهضم وتحسينه كويسه جدا. اما بقى الزبادي اليوناني فالزبادي اليوناني فيه نسبه بروتين تقريبا اكتر من الضعف، يعني بيبقى ممكن يوصل ل 10 جرام بروتين وممكن اكتر، كمان نسبه اللاكتوز فيه قليله جدا فدوت بيخليه مناسب اكتر لو انت من الناس اللي عندها حساسيه لاكتوز. نسبه حموضيته اقل وطعمه كريمي كده وغني ومشبع جدا جدا. نسبه الكربوهيدرات اللي فيه قليله لان اللاكتوز اللي فيه نسبته قليله، كمان في نسبه بروبايوتكس كويسه فبرضه مفيد للهضم وينفعك جدا لو انت عايزه تحسني من الهضم بتاعك. فبالتالي انت لو عايزه اختيار يكون مشبع اكتر في نسبه بروتين عاليه لو انت عامله دايت او مش بتاخدي بروتين كفايه في اكلك وعايزه حاجه تكون خفيفه كده على المعده لو عندك لاكتوز انتوليرنت فالافضل يكون اليوناني. لكن لو عايزه اختيار سهل وسريع ويومي ويكون اقتصادي وما عندكيش اي مشكله مع اللاكتوز وكالسيوم اعلى فاختاري الزبادي العادي. واهم حاجه انك ما تختاريش اي حاجه لا مضاف عليها سكر ولا مضاف عليها فاكهه عشان تكون فايدتها عاليه ويكون فيها البروبايوتكس بتاعتها. واعملي لي فولو للنصايح اكتر.